في متحف مشهور اسمه متحف مدام توسو. المتحف ده بيتميز عن غيره ان هو بيعمل تماثيل واقعية جدا. يعني مع الوهلة الاولى تحس ان هم بشر. التماثيل كده بقيلها سنة وتتكلم. ده غير كمان ان هم بيهتموا بأدق التفاصيل، زي الحواجب والرموش والشعر الخفيف اللي بيكون موجود في أصابع بعض الناس أو الأذن والأنف وغيرها. وكمان بيلبسوا التماثيل دي هدوم بتليق على الشخصية اللي هم عاملينها. المتحف ده موجود في لندن، وخامة التماثيل طبعا من الشمع. المهم في سنة 1952 كان حصل حريق في متحف مدام توسو، والنتيجة إن في تماثيل هناك كانت ساحت، ومنها اللي اتضرر بشكل ملحوظ. ودي صورة من الأحداث اللي حصلت في الزمن أو الوقت ده بالتحديد. مع النظرة الأولى تحس كده بشيء من الرعب. يعني لو أنا مش قايل لك دلوقتي إن دي تماثيل، يمكن هتظن إن هي رؤوس حقيقية، عاملة زي قصة بائع الرؤوس البشرية، ودي اتكلمت عنها من كام فيديو. المهم ركز كده في الصورة دي، تحس ان هم فعلا ناس حقيقية موجودة في المكان ده. كل واحد فيهم ليه نظرات وتعبير مختلفة عن التاني، ده غير اختلاف او حركة التماثيل في اماكنهم. شايف انت بقى الست اللي قاعدة على الارض دي؟ لو انت شفتها في الشارع او اي مكان هتقول ان هي ست مشردة او تعبانة، ومش هتصدق ابدا ان هي تمثال مصنوع من الشمع. وطبعا الرؤوس دي منظرها مش حلو خالص. اللي خلاني اصدق ان دي تماثيل هي ايدين الراجل او الشخص ده. ولحد هنا الفيديو انتهى. لو عجبك ادعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه. ما تنساش اهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي، وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.